عزيزي المشاهد، خلاص جبنا المكان اللي هنفتح فيه المحل بتاعنا. دلوقتي هنيجي للسؤال اللي بيحير اي حد بيفكر يفتح محل منظفات: ازاي تفرق بين الكماليات والاساسيات؟ بص يا سيدي، الاساسيات دي الحاجات اللي من غيرها المحل مش هينفع يشتغل، زي الميزان ده اهو، زي الرفوف، زي البضاعه، زي الاضاءه اللي هتبين البضاعه، زي الترابيزه اللي انت هتبيع عليها البضاعه. اننا هنتكلم في منظفات يبقى اكيد محتاج براميل، كماليات ضروريه وكماليات غير ضروريه. والكماليات الغير ضروريه زي المروحه، زي التكييف، زي الاضاءه الزياده، زي الديكورات في المكان، زي اليافطه، زي باب الازاز، وزي التكييف. انا عارف انت بتحب الانتخه، هتاكل من راس مالك، فاحنا ممكن ناجلها شويه بس هي لها بديل. هقول لك الاول الكماليات الضروريه، زي نظام الكاشير، زي الكاميرات، زي الديكور العام للمحل بتاعك، زي الاكياس المطبوعه. عزيزي المشاهد، انت كده ببساطه عرفت الفرق ما بين الاساسيات وبين الكماليات بانواعها. الفيديو الجاي هنتكلم عن راس المال وازاي تقسم كل حاجه صح وتحط كل حاجه في مكانها. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وتصلي على النبي.